جريمة دمرت حياة طفلة مصرية للأبد. شيماء، طفلة عمرها 14 سنة بس، يتيمة أب، عايشة مع أمها في البيت. في يوم الجريمة شيماء كانت موجودة في البقالة تشتري أحد الأغراض الناقصة للبيت. طبعا أمها رسلتها. في الشارع كان في واحد اسمه محمد تامر، وهو الشخص اللي سوى الشيء اللي بنتكلم عنه قدام. محمد تامر هذا يا جماعة الخير واقف بس يناظر في شيماء، جاء البال أنه خلاص يحط عينه على شيماء، هذه الطفلة اللي عمرها 14 سنة بس. فحط عينه على شيماء وراح لها يا جماعة الخير واستدرجها المكان ما في أي أحد، خراب حرفيا، بس عشان يقدر أن ينفذ جريمته ويرتكب جريمته. فيا جماعة الخير أخذها لهذا المكان، دفها على الأرض، شال ملابسها، أنتم متخيلين، وانبطح عليها ضربها يا جماعة الخير، ضربها. بعد ما ضربها اعت عليها. افهم يا جماعة الخير، بعد ما سوى الشيء اللي سواه قال لها اني خلاص ابى اشيل عيونك من مكانها بس عشان ما تقدرين انك تتعرفين علي. وفعلا سوى هذا الشيء وضربها على عيونها، انتم متخيلين، دخل اصابعه وسوى كل هذه الاشياء. يا ساتر، شيء وحشي، اتوقع كل شيء واضح من شكل البنت. في ذيك اللحظة يا جماعة الخير وهو جالس كذا يضرب فيها، اغمى على شيماء اغمى عليها، طاحت شيماء ولا عاد حاسة في أي شيء، وهو هرب كذا، شرد. عدت كذا فترة بسيطة يا جماعة الخير وقامت من الغيبوبة. أول ما قامت الوجه مشوه، كل هذه الأشياء. توجهت على طول البيت وعطت إيش الشيء اللي صار أمها على طول يا جماعة الخير بلغت الشرطة، ومع البحث والتحريات انمسك محمد تامر. تخيلين انه انمسك واعترف بجريمته كاملة، اعترف انه هو الشخص اللي سوى في شيماء هذا الشيء، ولا وصرح ان هذه اول جريمة له وما سوى هذا الشيء الا مع شيماء. انتم متخيلين هذا الشيء اللي صرح فيه للشرطة وكل هذه الاشياء. طبعا يا جماعة الخير الحين ما تحاكم، فنستنى الحكم والشيء اللي بيجيه وان شاء الله نتاخذ حقه.